دخلت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي منعطفا جديدا، وذلك بعدما غيرت المشتكية التي تتابع نجم الأسود من أقوالها، ونفت الضحية أن تكون قد تعرضت للاغتصاب، نافية تهمة الاغتصاب على الدولي المغربي. وانهارت المدعية أمام المحكمة ونفت تعرضها لمحاولة الاغتصاب من قبل اللاعب رغم تشبث والدة المدعية بموقفها واتهام. وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن خيوط المؤامرة بدأت تنفرط تلقائيا، مشيرة إلى أن والدة المدعية زعمت أن هناك جهات اتصال تضغط على ابنتها لتغيير أقوالها الأولى. واعتبرت محامية الدولي المغربي فاني كولان أن ما حصل محاولة ابتزاز. وقالت في بيان: لاحظت من جهة أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي، ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على تصريحات